تعال اقول لك 3 معلومات عن اسنانك انا متاكد انك اول مره تعرفهم، ولو طبقتهم حياتك واسنانك هتتغير جدا وهتشكرني جدا. المعلومه الاولى، اكتر غلطه ناس كتير جدا بتعملها انهم بيغسلوا اسنانهم بعد الاكل مباشره، خصوصا لو اكلت شوكولاته او اي حاجه مسكره. اللي بيحصل ان السكريات عموما بتخلي الوسط بتاع اللعاب بتاع الفم حامضي جدا، ولما تغسل اسنانك في الوسط ده المينا بتاعت اسنانك بتتآكل وبتبقى ضعيفة جدا جدا مع الوقت. والحل انك تستنى نص ساعة علشان اللعاب بتاعك يبقى متعادل، يعني صفر، البي اتش بتاعته صفر، او يبقى قاعدي، وبعد كده تقدر تغسل اسنانك براحتك جدا. اما المعلومة التانية وهي ان ناس كتير جدا بيكونوا فاكرين ان كل ما هيزود معجون اسنان على الفرشة كده هيقدر ينظف اسنانه اكتر، لكن ده غلط جدا. ليه بقى؟ لان الكمية الامثل اللي هتخليك تعرف تنظف اسنانك وتديلك احسن نتيجة ممتازة جدا وهي انك تخلي كمية معجون الاسنان قد حبة البسلة بالظبط على الفرشة. لكن لو زودت المعجون مش هيزود نظافة اسنانك ابدا، بل بالعكس هيخليك متضايق جدا وانت بتغسل اسنانك، وبالتالي مش هتقدر تاخد الدقيقتين اللي انت المفروض بتغسل فيهم اسنانك كاملين علشان تقدر تغطي كل الاسطح بتاعت السنة وتغسلها كويس جدا. اما المعلومة الثالثة وهي ان الغسول اللي انت بتستخدمه لازم تختاره بعناية شديدة، لان الغسول اللي فيه كحول ده مش معمول ابدا للاستخدام اليومي. ده اسمه غسول علاجي، الدكتور بيكتبه لك علشان يعالج مشكله معينه موجوده عندك في اللثه، او مشكله معينه موجوده بعد الجراحه، او ايا كانت ايه المشكله، الدكتور اللي بيكتبه لك والمده معينه وبتركيز معين وبعدد مرات معينه في اليوم. فمش اي حد يقدر يستخدم الغسول اللي فيه كحول في اي وقت وخلاص. انما بقى الغسول المناسب ليك ولاستخدامك اليومي هو الغسول الخالي من الكحول. ده تقدر تستخدمه يوميا مفيهوش اي مشكله، هيساعد على النظافه وهيساعد على الحفاظ على صحه اسنانك، وكمان هيخلي دايما عندك انتعاش شديد جدا في فمك، وكمان هيساعد اسنانك وفمك وريحه نفسك ان دايما تحس بانتعاش مستمر. لو المعلومات دي جديده عليك جرب تطبقها وهتحس بفرق كبير جدا في صحه اسنانك. وما تنساش تكتب لي اكتر معلومه من دولت كانت جديده عليك، وما تنساش كمان تعمل لايك وسبسكرايب علشان يوصلك فيديوهات اكتر عن اسرار العناية بالاسنان. ولو وصلت معايا لحد هنا يا صديقي يبقى الكونتنت ده عجبك، فيا ريت تعمل شير للفيديو ده لاي حد انت عايز مصلحته. ومش هننسى نصلي على النبي في اخر كل فيديو زي ما اتفقنا، فاللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انا معكم دكتور عبد السلام محمد، والى اللقاء.